بيقول لك انتشرت جروبات كتيرة على الفيسبوك كلها بعنوان يبقى انت اكيد في مصر. عارفينها طبعا. الحقيقة انا بصيت عليهم وما خبيش عليكم، في صور مستفزة جدا. يعني دول مثلا لما يتكفوا على وشهم هيعرفوا ان في العجلة الندامة. الاكل ده اكيد ناقصه سانكوتش. عرفتوا بقى الرشاوي بتاعت الشركة الألمانية كانت بتروح فين؟ أنا مش فاهم هما بينقطوه ليه؟ ما هو منقوط لوحده. أبو الليف قال وهو رابط إيده بيلعب بينج بونج وفاكرها معجزة. يجي يشوف اللي بيلعبوا من غير ترابيزة أساسا. أو ده لما تطلب منه حاجة يقول لك بس أنت تهرش. دي مش محتاجة تعليق، هو الواد متعلق لوحده. ده طبعا صاحب العمود خايف عليه لا يتسرق. عمود واعرف عملوها ازاي دي. اكيد بيحب سمية الخشاب، مش غريبه انه يبقى متخشب هو كمان. اموت وافهم مين البارد اللي صور الصوره دي. بس عايز اقول لكم على حاجه، دي كانت الصوره الغريبه اللي موجوده في مصر ويعني بنشوفها كتير. على فكره يا جماعه مش مصر هي الدوله الوحيده اللي في العالم اللي بيحصل فيها حاجات عجيبه. انا معايا مستندات بالكلام ده. يعني لما يقول لك مثلا ان جده بيلعب في الاتحاد السكندري ويطلع جده الحقيقي بيلعب في الهند، يبقى انت اكيد مش في مصر. يعني لما تلاقي المليطه اللي بتحصل على الكورنيش عندنا بتحصل في ماليزيا تحت شعار دقوا الشماسي للناس كلها تعرف مقاسي، يبقى انت اكيد مش في مصر. اما يقول لك ان الناس عندنا متضررين من السيول ونكتشف ان هم في شرق اسيا ما بيبداوش السهره لما السيول تنزل، يبقى انت اكيد مش في مصر. لما تلاقي شبكات المحمول بره واقعه في بعضها تعرف ان انت لازم تتكلم من القلب وتعيش اللحظه عشان دلوقتي وقتها، ويبقى انت اكيد مش في مصر. لما تعرف ان الجاموسه مش هي العقبه الوحيده قدام سواقين القطر، يبقى انت اكيد مش في مصر. لما تلاقي الشكمان بره بيركبوه للبني ادمين مش للعربيات بس، يبقى انت اكيد مش في مصر. لما تلاقي عدة دكتور السنان بره مختلفة تماما عن اللي عندنا، يبقى انت اكيد مش في مصر. اما نكون احنا بنشتكي من حالة الاتوبيس النهري ونكتشف ان في بره الاتوبيس المهري، يبقى انت اكيد مش في مصر. لما تلاقيهم بره بدأوا يستخدموا تكنولوجيا الهيلو توك توك، يبقى انت اكيد مش في مصر. لما تتأكد ان مش مصر بس هي اللي فيها اشاعات، يبقى انت اكيد مش في مصر. مين اللي قال ان القطر ده بيروح الجنة؟ اما تبقى رايح تشتري لبس وركبت القطر وانت رايح والقطر يخش معاك لحد البروف عشان تقيس، يبقى انت اكيد